في مرة يا جماعة واحد راح اشترى كيلو لحمة وسمع الأذان. بعد ما اشتراها سمع الأذان بيأذن فقال لازم أدخل أصلي، فمش ينفع أسيب اللحمة برا الجامع علشان الكلاب والقطط مش تاكله. تمام. فقال لازم هدخل بالكيلو اللحمة في الجامع واسيبه في جنب كده. فطبعا دخل يصلي وخد كيلو اللحمة معاه وسابه في جنب. وبعد ما صلى وخلص روح بيته، قال لمراته يا حبيبتي خدي سويلنا كيلو اللحمة دوت علشان أنا ميت من الجوع. قالت له بس كده عينيا حاضر هسويه، مش هياخد معايا نص ساعة والأكل هيكون جاهز. فالمهم راحت تسويها. قعدت 5 ساعات يا جماعة على النار، ولا لونها اتغير ولا كمان رضيت تستوي نهائي. راحت قالت لجوزها ايه الحكاية بقى، أنا دلوقتي بسوي في اللحمة بقالي 5 ساعات مش راضية تستوي نهائي. فقال لها ازاي بقى، يمكن عشان دخلت بها الجامع وكان حرام عليا. فقالت له طب اسأل الشيخ بقى عشان تطمنا. راح سأل الشيخ راح سأل الشيخ بقى عن الموضوع دوت. فقال له علشان أنا اليوميها أنا دعيت قلت يا رب كل واحد صلى معايا في اليوم ده ربنا يحرم على جسده النار، فهنيئا لكل واحد صلى معايا في اليوم ده، وربنا يجعلنا من أهل الجنة دايما يا رب، ويحرم على جسدنا النار. لو عجبتكم بقى الحكاية اعملوا لايك، واللي أول مرة يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.